لو عقلك جابك تروح رحلة أو مصيف قريب لازم تسمع القصة دي الأول. اللي هتحكيه النهاردة مش فيلم رعب ولا حكاية متألفة، ده موقف حقيقي حصل مع شابين في عز حر أغسطس وغير مفهومهم عن السفر والرحلات طول حياتهم. إعلان على الفيسبوك كان شكله بريء: رحلة رخيصة، إقامة مريحة، شقة على البحر. لكنهم ما كانوش يعرفوا إن ورا الإعلان ده حكاية سودة وليل طويل مليان أسرار وخيالات. فلو قلبك ضعيف اقفل الفيديو من دلوقتي. أما لو حابب تكمل، حضر قهوتك وطفي النور واقعد في مكانك المريح وحط لايك بإيدك الشمال عشان ندخل جوه أجواء القصة المرعبة دي. يلا نبدأ ونقول بسم الله. مركز منيا القمح الشرقية 15/8/2023 الساعة 9:45 بالليل. القهوة اللي في آخر الشارع دايما هادية بعد الساعة 9. صوت المروحة اللي بتلف بكسل، ريحة الشاي المغلي والمعسل اللي مغرق المكان. في الركن اليمين كان قاعدين كريم السعيد وماهر عبد الله، الاتنين لابسين تيشيرتات صيفية بسيطة وشوشهم فيها ملامح التعب من الشغل طول الأسبوع. كريم كان ماسك الموبايل بيقلب في الفيسبوك لحد ما عينه وقعت على بوست غريب: رحلة اسكندرية 5 أيام 900 جنيه، إقامة في شقة مطلة على البحر مباشرة. ابتسم وقال لماهر: إيه رأيك؟ مش ناقصنا غير البحر. ماهر شرب بق الشاي وقال: والله فكرة، إحنا محتاجين ده من زمان. كريم اتصل بالرقم. صوت راجل هادي رد قال: أهلا، أنا أكرم، الشقة جاهزة والبحر قريب وكل حاجة على أعلى مستوى. صوته كان بارد زيادة عن اللزوم، لكنه طمنهم إنه كل حاجة تمام، وطلب عربون صغير على فودافون كاش. الطريق للإسكندرية 17/8/2023 العصر. ركبوا ميكروباص من الزقازيق والشمس بتودع اليوم ببطء. الطريق الزراعي مليان عربيات والمزارع الخضراء بتلمع تحت آخر ضوء للشمس. في نص الطريق كريم قال: أنا حاسس إننا هننبسط قوي. ماهر ضحك وقال: بس ما تطلعش الشقة زبالة زي المرة اللي فاتت. مع اقترابهم من الإسكندرية الهواء اتغير، ريحة البحر بدأت تدخل من الشباك وصوت النوارس من بعيد. لكن لما دخلوا المعمورة الشوارع كانت شبه فاضية، معظم المحلات قافلة والإضاءة خافتة جدا كأن المكان نايم. العمارة الساعة 1:30 بعد نص الليل. التاكسي وقف في شارع ضيق، الهدوء كان تقيل وصوت البحر بعيد لكنه واضح. العمارة قديمة، جدرانها مشققة والباب الحديد مدهون نص دهان. لمبة وحيدة بتترجف من الهوا والظل بيغطي معظم المدخل. أكرم كان واقف مستنيهم، راجل في أواخر التلاتينات، لابس قميص باهت ونظراته ثابتة. أهلا بيكم، الشقة في الدور الرابع، تعالوا. السلم ضيق ورائحته فيها خليط من الرطوبة والدخان القديم. كل ما يطلعوا دور النور يقلق أكتر وصوت خطواتهم يتردد في الحيطان. وصلوا. أكرم فتح الباب لكنه ما دخلش. هتعجبكم، بس الأوضة دي، وأشر على باب مقفول، مفتاحها ضايع ومش محتاجينها. سلمهم المفتاح الرئيسي ومشي. صوته على السلم اختفى بسرعة كأن الأرض بلعته. الليلة الأولى الساعة 2:45 الفجر. الشقة كانت واسعة نسبياً، أوضتين وصالة ومطبخ صغير، لكن الجو جواها كان خانق، كأنها مقفولة من شهور. ماهر قعد على السرير، المروحة بتلف ببطء وصوتها بيسمع في كل الشقة. كريم غرق في النوم بسرعة، أنفاسه تقيلة. أما ماهر فكان لسه ماسك الموبايل بيتفرج على فيديوهات. في نص ما هو مندمج، صوت خبط هادي على باب الشقة قطع الصمت. ماهر وقف، قلبه دق وبص ناحية الباب. حط الموبايل على الكومودينو ومشي ببطء لحد ما وصل وحط إيده على المقبض. فتح، لقى ست منقبة واقفة، ملامحها مش باينة غير من عينيها اللي كانت بتلمع تحت ضوء العمود في الشارع. قالت بصوت ثابت: سامحني، بنت هنا؟ بنتك مين يا أختي؟ سارة. سكتت لحظة وبصت له نظرة طويلة كأنها بتقيسه.
وبعدين قالت: هتيجي، ما تقفلش الباب. ثم نزلت على السلم بخطوات بطيئة وصوت كعبها بيختفي مع كل درجة. ماهر قفل الباب ببطء ووقف دقيقة في الصالة بيحاول يفهم اللي حصل، وبعدين رجع للأوضة. لكن قبل ما يمد إيده للموبايل سمع صوت كركبة في الصالة، زي ما يكون حد بيزق كرسي أو بيحرك حاجة. ماهر طلع من الأوضة، رجليه بتمشي على البلاط البارد. وصل للصالة، باب الشقة مفتوح على الآخر، الهوا داخل من بره، الستارة بتتهز، وريحة البحر طالعة أكتر من الأول. قفل الباب، لكنه قبل ما يمشي لاحظ حاجة على الأرض. أثر مبلول صغير، شكل رجل طفلة، طالعة من ناحية الباب المقفول. اليوم التاني، الساعة 11:45 بالليل، كريم صحي على خبط عنيف. قام بكسل وفتح الباب. طفلة صغيرة واقفة، شعرها مبلول لدرجة إن نقطة المية كانت بتنقط على البلاط، وعينيها سودة بالكامل. ابتسمت وقالت بصوت خافت: ماما هتيجي تاخدني. كريم اتجمد، بس حاول يبان طبيعي. طيب، تعالي جوه. دخلها الصالة وراح نادى على ماهر. ماهر أول ما شافها وشه اتغير. دي نفس البنت اللي الست سألت عنها امبارح. خرجوا يدوروا عليها بعد دقيقة، كانت اختفت. الباب مقفول ومفيش أي صوت. ماهر قعد في الصالة وكريم رجع للأوضة يحاول ينام. بعد ربع ساعة خبط على الباب تاني. ماهر فتح، مفيش حد، لكنه شاف خيال واقف فوق السلم ثابت بيبص عليه. انت مين؟ الخيال اتحرك ببطء واختفى جوه الضلمة. ماهر رجع يقفل الباب، لكنه هو بيلف الطفلة كانت واقفة في نص الصالة بنفس الابتسامة. خطواتها كانت بطيئة وهي رايحة ناحية الباب المقفول. مدت ايديها، الباب اتفتح بسهولة. دخلت وماهر وراها. الأوضة كانت مظلمة وريحتها فيها تراب قديم. شغل كشاف الموبايل. مش كراكيب زي ما قال أكرم، دي أوضة طفلة. سرير صغير، ستارة وردي باهت، ألعاب متناثرة على الأرض. الطفلة مش موجودة، لكن في عروسة قطنية عينها متقطعة مرمية جنب السرير. ماهر اتحنى يشوفها، مسكها، قلبه بيخبط في صدره. فجأة النور قطع. وجه الكشاف ناحية الباب. الطفلة واقفة، نص وشها مبلول، عينيها بتلمع بشكل غير طبيعي. صرخ ماهر وخرج بسرعة. النور رجع فجأة، وكريم طلع من الحمام بيقول: في إيه؟ اتفقوا يفتحوا الأوضة سوا. لقوا ظرف قديم في درج الدولاب، جواه صورة العيلة على البحر. راجل، ست، وبنت، هي نفسها سارة. لكن التاريخ على ظهر الصورة سنة 1998. مكتوب: سارة، البحر ما خدتكيش، وأنا لسه مستنياكي. قرروا يسيبوا الشقة الصبح، لكن الليل كان طويل. أصوات خطوات صغيرة بتتمشى في الصالة. تليفون البيت اللي ما شغلهوش رن مرة واحدة وبطل. صوت حنفية بتفتح وتقفل من نفسها. في نص الليل كريم شاف في المراية بتاعت الحمام طفلة واقفة وراه، لكنه لما لف ملقاش حد. مع أول ضوء شمس جمعوا شنطهم بسرعة، لكن وهم بيقفلوا الباب سمعوا ضحك الطفلة جاية من جوه الأوضة المقفولة. نزلوا السلم بسرعة، لكن قبل ما يخرجوا من الشارع شافوا سارة واقفة عند آخره بتبص عليهم وبعدين اختفت. المفاجأة الأخيرة. في القطر ماهر كان بيبحث في جوجل عن سارة المعمورة. لقى خبر قديم عن طفلة غرقت سنة 1998 واسمها سارة أكرم حسن. كريم بصاه وقال: أكرم، مش ده اللي سلمنا الشقة؟ الاتنين سكتوا، ومن يومها ولا واحد فيهم قرب المعمورة تاني.